دخلت كافيه، قعدت شوية مستني المشروب بتاعك يجهز. بتزهق، بتمسك موبايلك، تفتكر إن الباقة خلصت، فبتفتح الواي فاي يمكن تلاقي حاجة كده ولا كده ولا كده، وفجأة تلاقي فري واي فاي. عينك تلمع، ايه ده؟ الدنيا لسه بخير ولا ايه؟ بس الحقيقة إن الموضوع مش كرم أوي كده يعني. الموضوع إنك فتحت باب حياتك كلها، إنه أشخاص تانية ممكن تشوف كل خطوة بتعملها. تعالوا معانا النهاردة في الحلقة الرابعة نعرف إيه اللي بيحصل لما تستخدم شبكة واي فاي عامة أو مجانية. خلينا الأول نعرف يعني إيه شبكة واي فاي عامة. ممكن تدخل كافيه، مطار، مول، مطعم، أو أي مكان عام ومحتاج حالا واي فاي، تعرضت لظرف طارئ مثلا محتاج واي فاي، ففي احتمال إنك تلاقي شبكة عامة كده أو مجانية. زي بالظبط وانت قاعد على قهوة عم محمد، فبتلاقي شبكة كل الناس بتدخل عليها. دلوقتي انت دخلت، الحقيقة انك دلوقتي كأنك نطيت في حمام سباحة، وفي ناس غريبة كتير كل شوية عمالة تنط في نفس الحمام اللي انت فيه ده. انت دلوقتي مستني ان محدش يعملها في المية، بس الخبر الوحش ان في حد بيعملها فعلا. طيب، السؤال المهم دلوقتي، ليه الواي فاي العام ده بقى كنز للهاكرز؟ تخيل انك دلوقتي قاعد على قهوة عم محمد بتستخدم الشبكة بتاعته، قاعد فاتح الميل مستني تقييم الاتش ار على مقابلة النهاردة اللي عمرها ما هتبعتها لك لو انت مرفوض. في نفس الوقت واحد تاني قاعد على الكرسي اللي جنبك داخل على نفس الشبكة، بس مش عشان يقعد على فيسبوك، لأ، ده معاه أدوات تنصت يقدر بيها وبكل سهولة يعرف ايه هي المواقع اللي انت دخلتها، البيانات اللي انت كتبتها، كلمات السر بتاعتك. لو على موقع مش مؤمن بشكل كافي، يعني دلوقتي هو انت، هو عايشك دلوقتي. خلينا ناخد موقف تاني عشان نوضح أكتر. تخيل دلوقتي إنك قاعد تتواصل مع البنك والبنك بيتواصل معك، لكن انتوا كطرفين مش عارفين إن في طرف تالت خالص شايف كل اللي انتوا بتعملوه دلوقتي. دلوقتي هو قاعد بيعترض كل حاجة بيسجلها، يعني دلوقتي هو مع اسم المستخدم وكلمة السر بتاعتك، شاف آخر فيديو انت اتفرجت عليه، ممكن يدخل كمان يعمل لك شوبينج مكانك ولا حاجة. طيب ندخل على نقطة غريبة تانية. تعرف إن كمان ممكن الهاكر يكون عامل شبكة باسم عشان يصطادك؟ هنرجع تاني لقهوة عم محمد. احنا دلوقتي قاعدين، فتحت الواي فاي بتاعك، لقيت شبكتين، شبكة اسمها واي فاي قهوة عم محمد، وشبكة تانية اسمها شبكة عم محمد الفري. عقلك هيقولك ايه؟ هي تاني واحدة دي الفري دي، ادخل عليها. فتدخل عليها، دلوقتي يا صاحبي انت وقعت في الفخ، لأن الشبكة تبان من بره حقيقية لكن هي في الحقيقة فخ ليك من الهاكر ده. طيب دلوقتي هيجي في ذهنك سؤال، لو أنا بدخل على موقع محمي بروتوكول HTTPS، مش المفروض أنا كده محمي؟ اه طبعا، طالما لقيت ال HTTPS ده فكده بياناتك غالبا مشفرة. لو مش عارف احنا بنتكلم عن ايه، انت لما بتيجي السيرش مثلا ودخلت على موقع معين، بص فوق على الشمال هتلاقي علامة قفل أخضر غالبا ومكتوب جنبيه HTTPS، هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. لكن ممكن أصلا الهاكر يوديك على نسخة تانية مزيفة، في الحالة دي بيظهر لك تحذير إن الموقع غير موثوق. ممكن أنت في الحالة دي تكون أصلا مستعجل فتفوت التحذير وتروح داخل على الموقع المزيف دوت، يعني خلاص مستعجلة، محتاجة تشوفي توقعات برج النهاردة ايه، يبقى كده ببساطة انتي أو انت سلمت نفسك للهاكر ده. طيب في الوقت اللي احنا فيه ده، ايه اللي ممكن يعمله الهاكرز بجهازك؟ ببساطة ممكن يشوفوا الفولدرات بتاعتك لو انت فاتح المشاركة، أو ممكن يركبوا برامج ضارة على جهازك، أو ممكن يركبوا برامج تانية بتسجل انت بتكتب ايه بالظبط.
أو حتى برامج بيحطوها عشان يقدروا يعملوا ثغرات يقدروا بسهولة يرجعوا لجهازك وقت ما هم عايزين، أو كمان يسرقوا الكوكيز، فبسهولة يقدروا يكونوا أنت بالظبط، يعني يدخلوا على الجيميل مثلا بتاعك من غير كمان ما يحتاجوا بس. طيب السؤال الأهم النهاردة في حلقتنا بقى، هل ممنوع أستخدم شبكات الواي فاي العامة دي تماما؟ الحقيقة إن السؤال شائك جدا زي استخدامك بالظبط للشبكة دي، لأنك يعتبر أنت كده بتلعب بالنار، لكن برضه في نفس الوقت في احتياطات ممكن تاخدها، زي إنك ممكن تستخدم مثلا VPN. بلاش وقت استخدامك للشبكة دي تفتح حسابات بنكية أو حسابات أنت بتعمل منها شوبينج. اقفل أي شيء بيشارك الملفات زي الايردروب مثلا. حاول توثق دايما حساباتك بإنك تدخل بخطوتين. أول ما تخلص خالص اقفل الشبكة دي تماما، اخرج منها، لأنك لو ما عملتش كده جهازك بيرجع يربط بيها مرة تانية لو قعدت في نفس المكان. والأسهل من ده كله إنك قبل ما تخرج من البيت تتأكد إن معاك باقة عشان تبقى في أمان أكتر. في النهاية الواي فاي البابليك يبان من بره حلو وبسمسم كده، لكن هو في الحقيقة مسموم. أو أنت بره البيت دايما ما تغامرش، اقعد مع أصحابك، اشرب معاهم قهوتك، مش معاك داتا، استنى لما ترجع البيت واعمل اللي تحبه. متنساش تعملوا لنا شير، لايك، سبسكرايب، وشيروا الحلقة مع أصحابكم عشان يستفادوا أكتر. واستنونا الحلقة الجاية في إيه اللي بيحصل لما بيس.